السلام عليكم، نتمنى أن فيديو اليوم يلقاكم بصحة وسلام. اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة، وصفة من نقاع الخبيث كي كنقولوا. كريسات بلديين أو قريشلات بلديين بطريقة سهلة، ومكونات في متناول الجميع. نخليكم مع المقادير والطريقة ديال التقديم. فغادي نحتاج لواحد البول، غادي ندير فيه واحد البيضة، وغندير فيه تقريبا نصف كأس ديال سنيدة. انا مهم درتهم ناقصين حلاوه، ونصف كأس ديال الزيت. بالنسبه لهاد الكؤوس راه عندي صغار، داكشي علاش كيبان لكم بانهم تقريبا ما عامرينش مزيان. غندير واحد ساشي ديال الفاني، وغندير تقريبا واحد ربع كاس ديال مزهر. هنا مزار كيبقى على حسب الرغبه ديالكم والكميه اللي بغيتو نتوما ديروا. فغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم، وغنكون وجدت واحد كاس ديال الحليب اللي غيكون دافي، مع واحد المعلقه صغيره ديال الخميره المعجونه. ثم غادي نضيف ليها هاد المكونات هادو، غنضيف لهم الدقيق شيئا فشيئا. فانا كميه الدقيق اللي كانت عندي هنايا تقريبا هي نص كيلو، يعني نص كيلو فيها كاس ديال الحليب. بغيتو كميه اكثر فتقدروا انكم تضاعفوا المكونات اللي ذكرت من قبل باش تعطيكم هكا كميه اكثر. من بعد ما كنضيف الدقيق شويه بشويه، وكنضيف داك خميره الحلويات، كنضيف واحد شويه ديال الزنجلان وشويه ديال حبه حلاوه من نافع اللي كنكون مصهداهم من قبل. فالعجين في الاول كانت عطاتني تقريبا، كنت في الاول درت تقريبا 250 غرام حتى 300 غرام ديال الدقيق. داكشي باش ضفت في الاخر دقيق، يعني باش تجيني العجينه متماسكه، وفي نفس الوقت تكون لينه. بالنسبه لهاد الكميه ديال الدقيق اللي قلت لكم دابا، فهي كتبقى على حسب الجوده ديال الدقيق اللي هي عندكم. فمن بعد ما كنجمع العجينه في الاول، كنجمع غير هكا بواحد السباتولا، كندير يديا حيت بيديكم باش تعرفوا واش هي متماسكه ولا لا. بغيتوا انكم تعجنوها ديروها في العجانه فغيكون احسن، ولكن انا بالنسبه ليا كنفضل انني نعجنها بيديا في التالي، باش هكا كنتحكم انا في السمك ديال هذيك العجينه. ف حتى كتبغي تجمع ليا، عاد كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي كنخليها بحال ديال المطبخ، وكنحاول انني نمعسها مزيان بحيث انها كتدخل في ديك العجينه كلها باش كتشرب هذيك الزبده. فهاد الاضافه ديال الزبده في التالي راه كتعطي واحد الهشاشه لهاد الكريسات هادو او لهاد القريشلات هادو. فهنايا من بعد ما كملت العجين كما كتلاحظوا فكتكون هكا، يعني ما جرياش ما قاصحاش وما ما ماشي لينه بزاف. فغادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نغطيها وغادي نخليها كتخمر تقريبا واحد نصف ساعه حتى 40 دقيقه. فانا على حسب الجو عندي كان ساخن فما خداش ليا وقت كتير بزاف. غادي ندهن يديا بشويه ديال الزيت، وغنحاول انني نفرغ ديك العجينه من الهواء اللي كيكون فيها، وكنحاول انني كنقرصها، يعني اولا كندير هكا واحد الكريسات يكونوا صغار. فانتوما على حسب الطريقه اللي بغيتو. فكانوا الناس زمان كانوا كيديروهم كريسات كبارين، يعني كيديروا قريشلات كبارين بلديين تيكونوا كبار. فمع مرور الوقت ومرور الزمن تطورات كلشي يعني تطور، ما بقاش كيف شحال هادي. فكنحاولوا اننا نديروهم غير صغورين هكا باش يكونوا فرديين، كل واحد كياخذ ديك القريشله ديالو تياكلها. صدقوني ان هاد القريشلات هادو ما كيحتاجوا حتى شي اضافه، يعني كاين اللي كيبغي انه يدهنهم مثلا بالكونفيتور بالشكلاط ولا باملو شي حاجه اللي كتكون هكا حلوه، ولكن غير بهاد الاضافات اللي فيهم، يعني هاد النكهات اللي عطيت فهم كافيين ان هاد القريشلات تيجيو منكهين راسهم، وما كتحتاجوش انكم تزيدوا ديروا شي اضافه اخرى. فمن بعد ما كنكورهم كنخليهم تقريبا كيرتاحوا واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق هكا، غير بيد ما كنساليهم. كنحاول انني نفرش واحد اللاطه كندير فيها الورق ديال الزبده. الا كانت عندكم شي صينيه يعني كتصلح انكم تدهنوها فدهنوها ماشي مشكل.
انا كنفضل انني نستعمل ورق الزبده لانه كيساعدني باش هكا دوك الخبيزات او الحلوى او اي حاجه ما كتلصقش. فمن بعد ما كنخليهم كيرتاحوا واحد شويه كنحاول انني نوزعهم على ديك الصينيه وكنقرصهم على حسب الحجم اللي بغيت انا. في الاول كندير غير هكا بصبيعات يديا حتى كنقاد الاماكن ديالهم، عاد كنرجع كنكمل التكراس ديالهم وكنقادهم. وضروري كتخليو واحد شويه ديال الفراغ ما بين الجناب ديالهم باش هكا ملي كيتنفخوا مازال في الفرن ما كيتلصقوش لكم وكيجيو يعني كيجي المنظر ديالهم زوين. من بعد ما كنكمل الكميه كلها كنقرصها وكنقادها يعني في اللاطات اللي غيدخلوا الفران. كنحاول انني نغطيها مره اخرى وكنخليها كتخمر المره الثانيه. فمن بعد كناخذ واحد البيضه كنضربها كامله بدون اي اضافات، ما كنضيف لها حتى شي حاجه، وكنحاول انني كندهن غير بشويه. انا هنا راني مزربه غير الفيديو، كنحاول انني كندهن دوك القريشلات غير بشويه باش ما كيتفشوش معنا. فاذا كانت عندكم الامكانيه ديال انكم ديروهم في السبراي، ديروا هاد البيضه انكم دهنوها وديروها في شي سبراي وتبقاو ترشوا غيكون احسن هكا باش دوك الكريسات ما كيتفشوش معكم. فكندير هكا واحد رشيشه ديال الزنجلان، انا كنتوفر لي غير الزنجلان الابيض ودرتو هكا من الفوق. بغيتو انكم ديروا شي اضافه اخرى من غير الزنجلان فكتضيفهم. فانا كنت درت صينيه فيها الزنجلان الابيض وصينيه درت فيها لي بيبيت دو شوكولا، زدتهم من الفوق غير على ودة البنت ديالي. هذا ما كان، وكندخلها الفران اللي كتكون سخونه من الفوق ومن التحت. انا بالنسبه لي عندي فران ديال الضوء يعني ديك اللي كتكون فيه الفرفاره. فملي كتخليوها كطيب من الفوق من التحت كيجي هذا هو الشكل ديالها. وبالصحه والراحه. كنتمنى ان الفيديو اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.